يقول الله جل وعلا، اسمع: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الصحبة إذا كانت غير الله تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا. ما أجمل المحبة في الله، ما أجمل القرب من الله سبحانه وتعالى. والله كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فيا أخي الكريم، أيها الشاب، انتبه من الصحبة السيئة، انتبه من هؤلاء. وكم من الشباب وضاعت حياته ومستقبله، والآن هو في السجن بسبب ذلك الصاحب. فالصاحب ساحب. اسمع وتأمل هذه القصة. لذلك الشاب لما علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أحد الشباب لما تاب وأقبل إلى الله جل وعلا ذهب وحجز مع إحدى الباصات يذهبون أسبوعيا إلى العمرة. ركب هذا الشاب في هذا الباص وذهب لأداء العمرة في أجمل أيامه، أيام التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى مكة المكرمة وطاف وسعى وقصر وأتم العمرة لله سبحانه وتعالى، ثاني يوم ذهب الباص إلى المدينة المنورة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقبل المدينة ب20 كيلو انقلب هذا الباص واحترق هذا الباص، واشتعلت النار في هذا الباص. منهم من مات محترق، ومنهم من خرج من السيارة. أتت الدوريات والشرطة والإسعاف والهلال الأحمر. خرج هذا الشاب وهو فزع، خرج وهو مذهول من الباص والحريق، وأخذ يصيح: وين القبلة؟ وين القبلة؟ فأتى أحد الحضور وأعطاه ماء، قال: اشرب ماء، اشرب ماء. فلما شرب الماء، وإلى الآن لم يهدى روع هذا الشاب، أخذ يقول: وين القبلة؟ فقال أحد الحضور: القبلة أمامك، القبلة أمامك. فأراد أن يسجد هذا الشاب شكرا لله جل وعلا أن أنقذه من الموت المحقق ومن الحريق. فلما سجد، وكانت آخر سجدة في حياته، لا إله إلا الله، يبعث يوم القيامة وهو ساجد بين يديه جل وعلا. إنه الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. أنا وأنت متى نرجع إلى الله؟ متى نتوب؟ متى نعلنها توبة لله؟ قل يا رب إني تائب. والله إن السعادة والراحة بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا.